السمنه القديمه او الدايره، يعني له استخدامات كتير خالص. واللبن اللي طالع من السمنه دي خلاص هي بدات تفصل اهي وتحولت لزبده. دي بقى السمنه البلدي الاصلي اللي مية مية. ما شاء الله طلع معايا كميه حلوه. انا بحوشهم كده، بحطهم في بوله عندي في الفريزر لحد ما احوش كميه وابدا اسيحها. اللبن اللي طلع ده بقى اللي انا حطيته في الكوبايه ده احنا بنشربه كده، احنا بنحب طعمه وكمان قيمته الغذائيه بتكون عاليه قوي. بعد ساعه او ساعتين لما الجبنه تصفي ميتها او تصفي الشرش اللي فيها، باخدها بقى بشاشتها زي ما هي كده واحطها على حصيره الجبنه. بفردها كده، اسويها بس الاول وافردها واظبطها في الحصيره، وبعد كده بحط عليها الملح. انا بحط الملح هنا مش بحطه في الاول خالص، عشان انا مش عايزه الشرش يكون حادق، انا عايزه بس الشرش يكون زي ما هو كده، عشان على حسب الاستخدام اللي انا عاوزاه. وكمان هنا حطيت طبق تحت الحصيرة، علشان برضو قلت هي لسه بتنقط شوية، خسارة برضو حبة الشرش اللي فيها كده، ممكن ان انا استفاد بيهم. احطهم في برطمان المخلل عشان هيكونوا حادين.